السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل أولياء أمور طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هنعرض مع بعض زي ما احنا شايفين كده منهج اللغة العربية المقرر على الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023. هنعرض منهجنا من خلال كتاب سلاح التلميذ زي ما احنا شايفين. طبعا الكتاب بتصريحه تحت إشراف وزارة التربية والتعليم الفني. سعر الكتاب 95 جنيه وعدد صفحاته 352 صفحة بالإضافة لملحق المراجعة النهائية، والملحق ده بيصرف بشكل مجاني مع الكتاب وعدد صفحاته 128 صفحة. تعالوا نشوف كده الملحق شكله عامل ازاي من الداخل وبيراجع على المنهج بشكل عامل ازاي قبل ما نبدأ في عرض الكتاب الرئيسي. الملحق زي ما احنا شايفين كده بيراجع لنا على قواعد النحو والإملاء الجديدة. طيب تعالوا نشوف كده ايه هي القواعد النحوية والإملائية الجديدة بالمنهج بتاعنا الترم ده. أول حاجة حروف الجر والاسم المجرور، وهناخد علامات جر الاسم المجرور. 2 المضاف إليه وعلامات جر المضاف إليه. 3 الإعراب، ازاي تقدر تعرب الاسم، وايه هي الحاجات اللي لازم تحددها الأول قبل ما تعرب أي اسم. بعد كده هناخد العلامات الإعرابية اللي هي الرفع والنصب والجر. أما بالنسبة لقواعد الإملاء الجديدة وهي الهمزة المتوسطة، أشكال كتابة الهمزة المتوسطة اللي هي على الهمزة على الألف أو الهمزة على الواو أو الياء اللي هي همزة على نبرة أو الهمزة على سطر. تمام، وبيعمل لنا مجموعة كبيرة من الأسئلة والتدريبات عليها. بعد كده المشروعات والاختبارات الشهرية، يعني هيقدم لك مجموعة من الاختبارات ونماذج الاختبارات على مثلا شهري فبراير ومارس. تعالوا نشوف كده اهو مجموعة كبيرة من الاختبارات، وكمان شهر ابريل. تمام، اختبارات شهر ابريل. طيب بعد ما بيعمل لنا مجموعة الاختبارات بيبدأ يعرض لنا ايضا مراجعة على موضوعات الدروس زي ما احنا شايفين كده، واسئلة طبعا كتير ومتنوعة، وكمان هيجيب لنا بعض النماذج للمهام الأدائية، وفي النهاية اختبارات نهائية على المنهج ككل. وفي آخر الكتاب هيجيب لك الإجابات النموذجية على كل سؤال موجود سواء كان في الكتاب الرئيسي أو في كتاب المراجعة. تمام، طبعا الكتاب ده زي ما قلت 128 صفحة وبتاخده بشكل مجاني مع الكتاب الرئيسي. تعالوا بقى نعرض الكتاب الرئيسي كده مع بعض ونطلع على منهجنا من خلاله، ونشوف برضو طريقة الكتاب بيعرض المنهج بشكل عام ازاي. طبعا احنا عارفين ان منهجنا السنة دي سنة 5 بيتكون من 4 محاور. احنا خلاص درسنا محورين الترم الاول، وفي الترم الثاني هندرس محورين. طيب المحور الثالث بعنوان مجتمعي، وده بيضم 3 موضوعات. الموضوع الاول بعنوان السوق المصري، الموضوع الثاني بعنوان المشروعات الصغيرة، الموضوع الثالث بعنوان مشروعي الصغير. طبعا كل موضوع من الموضوعات دي بيحتوي على نص استماع وكمان نص قراءة. طب ايه الفرق بين نص الاستماع ونص القراءة؟ نص الاستماع يا ولاد هو نص بينمي مهارات فهم النص المسموع واستخلاص فكرة النص والتعبير عنها سواء بشكل لفظي او بشكل غير لفظي من خلال طبعا الكتابة وكده. طيب بنستفيد ايه من نص الاستماع؟ هو تعزيز مهارة تعرف الأصوات للغة العربية المنطوقة والتمييز بينها عند الاستماع إليها. في طبعا أصوات كتير للحروف، في طبعا حروف كتير متشابهة، والحروف دي بتعمل لنا لخبطة أثناء الإملاء زي مثلا حرفي الدال والضاد أو التاء والطاء وهكذا. عندنا حروف كتير متشابهة زي برضو الصاد والسين والثاء، الفرق ما بينهم وازاي طريقة نطقهم وازاي ان انت تفرق عند الاستماع لهذه الأصوات، تفرق بين هذه الحروف. طبعا كل ده بيساعدنا على إملاء صحيح. وكمان نص الاستماع يا ولاد بينمي مهارات تانية زي مهارة احترام الآخرين وازاي انك تقدر تستمع للآخرين باحترام. تمام، طبعا النص ده بيقرأه لك المعلم أو ولي الأمر وانت بتبدأ تسمع وتنصت ليه أثناء القراءة، وتقدر ان انت تستخلص أيضا الفكرة الرئيسية من النص. تمام، طب ايه الفرق بين النص الاستماع ونص القراءة؟ طبعا نص القراءة ده انواع متعددة زي نص قصصي مثلا او نص معلوماتي او شعر او ادب، كل ده بنقدمه لك من خلال نصوص القراءة. طب ايه اهمية نص القراءة؟ نص القراءة من خلاله بيتم تقديم مفردات جديدة ليك وكمان قواعد نحوية مهمة بتقدر توظفها بعد كده في اثناء الحديث او الكتابة. تمام، يبقى احنا كده في كل موضوع من الموضوعات بتاعتنا هنبدأ ندرس نص استماع ونص قراءة. طيب تعالوا نشوف كده المحور الرابع بعنوان مسؤولياتي تجاه نفسي وعالمي، ده كمان بيضم 3 موضوعات. الموضوع الأول بعنوان دعوة للاحترام، الموضوع الثاني بعنوان دعوة للإنصاف،
الموضوع الثالث بعنوان دعوة للأمانة. طيب احنا كده عرضنا بشكل سريع عناوين الموضوعات. تعالوا كده هنعرض دروس الموضوع الأول فقط، واللي حابب طبعا يطلع على باقي صفحات الكتاب هنعرضه في آخر جزء من الحلقة. لكن تعالوا نشوف دلوقتي الكتاب بيبدأ عرض المنهج بشكل عامل ازاي. أول حاجة بيعمل لنا مراجعة على ما سبق دراسته، ومقسم المراجعة دي لأولا القواعد النحوية. بيبدأ يشرح لك كل القواعد النحوية اللي درستها خلال السنوات السابقة. طبعا قواعد اللغة العربية ما بتتغيرش من قديم الزمن، هي وكل القواعد اللي انت درستها الكتاب بيجمعها لك في مكان واحد زي ما انت شايف، وتحت كل جزئية مشروحة بيبقى فيه تدريب كده او براكتس صغير كده على الجزء المشروح. تمام. طيب بعد كده الجزء الثاني من المراجعة هي الظواهر البلاغية، اللي هي مواطن الجمال والحاجات اللي انت درستها قبل كده. تمام. بعد كده قواعد الإملاء. طبعا المراجعة دي بتكون في حدود 39 صفحة، وبعدين بيبدأ بقى في عرض المنهج بتاعنا. هبدأ أعرض موضوعات أو دروس الموضوع الأول زي ما اتفقنا، وبعد كده هنعرض صفحات الكتاب في آخر الحلقة. المحور الثالث معانا بعنوان مجتمعي. الموضوع الأول السوق المصري. تعالوا نشوف كده الدروس في الموضوع ده شكلها عامل ازاي. عندي أول نص اللي هو نص استماع بعنوان البورصة المصرية. الكتاب بيعرضها بالشكل اللي انت شايفه ده، وبيبدأ يقدم لنا مفردات القصة وبيناقش القصة على شكل سؤال وجواب. بعد كده بيعمل لك تدريبات على الدرس، وبيبدأ يعرض لك الكتاب هنا قواعد كتابة الهمزة المتوسطة على الألف، وإزاي التلميذ يقدر يدمج الحروف المتفرقة للكلمة ويراعي الكتابة الصحيحة لكلمات بها همزة متوسطة على الألف. بعد كده نص القراءة. نص القراءة معانا بعنوان صنع في مصر. الكتاب بيعرضه أيضا ومعاه المفردات بتاعته، الكلمة ومعناها ومضادها وجمعها ومفردها، والأسئلة المجابة على الدرس زي ما انت شايف، زي تلخيص كده سؤال وجواب، وبعد كده أسئلة وبراكتس كتيرة على الدرس. تمام. بعد كده هتبدأ تدرس قاعدة نحوية، وهي التمييز ما بين الجملة الاسمية وتحديد أركانها، وكمان علامات رفع المبتدأ والخبر، وطبعا دي حاجة احنا كنا درسينها قبل كده. تمام اهو. وتدريبات طبعا كتير زي ما انت شايف. كتاب سلاح التلميذ مشهور بتدريباته الكتيرة ومتنوعة. بعد كده بنبدأ في درس جديد وهو نص معلوماتي بعنوان التجارة على مر الزمان. الكتاب بيعرض الدرس بالطريقة دي، وكمان بيجيب لنا مفردات ومناقشة الدرس على شكل سؤال وجواب وأسئلة على الدرس. بعد كده بنبدأ ندرس وبنسترجع معلومات عن علامات نصب المفعول به، ويبدأ التلميذ هنا يميز بين الفعل والمفعول به، ويحدد العلامة الإعرابية لكل منهما مبينا السبب. طبعا تدريبات عليها زي ما انت شايف. بعد كده تدريب تقييمي على الدرس. طبعا كل درس بيبقى عليه تدريب تقييمي زي ما انت شايف. وفي نهاية الموضوع بنبدأ ندرس التعبير الكتابي، وهو كتابة غلاف منتج زي ما احنا شايفين كده، ازاي تقدر تكتب غلاف لمنتج معين. تمام. بعد كده اختبارات على الموضوع الأول، ونبدأ في الموضوع الثاني. طيب احنا كده عرضنا دروس الموضوع الاول، وهنبدأ دلوقتي نقلب كده في صفحات الكتاب الى النهاية. اللي حابب يطلع عليه، اللي مش حابب خلاص كده الفيديو انتهى بالنسبة لك. اسيبكم بقى دلوقتي مع صفحات الكتاب. استودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.